مصر في أوائل القرن ال19 كانت بلد مليانة فوضى، بلد منهكة ومحتلة أكتر من مرة وما فيهاش استقرار. المصريين ما بين مماليك بيتخانقوا على السلطة، وعثمانيين بيغيروا ولاها كل شوية، وإنجليز وفرنسيين بيتدخلوا وقت ما يحبوا. بس في وسط الفوضى دي كلها بيصعد واحد مش من أهل البلد، واحد جاي مصر كقائد كتيبة صغيرة، بيفضل يلف ويدور ويخطط لحد ما يبقى هو الحاكم الفعلي للبلد، ويبقى الشخص اللي غير شكل مصر للأبد. والراجل ده يبقى محمد علي باشا. بس السؤال هنا، هل الراجل ده كان بيبني مصر الحديثة ولا كان بيبني مجده الشخصي؟ تعال نشوف الحكاية بتقول ايه. محمد علي اتولد سنة 1769 في مدينة قولة على بحر إيجا، جزء من اليونان، وأبوه كان مجرد مزارع بسيط ومات وهو صغير. ومحمد علي اتربى يتيم، ودي كانت نقطة مهمة جدا، لأنه من طفولته اتعلم يعتمد على نفسه ويشتغل في التجارة ويطور ذكائه العملي. الشاب ده ما كانش متعلم تعليم رسمي، كان عنده فطرة ذكية جدا، بيشوف وبيحلل كل اللي بيحصل قصاده، وبيعرف يتعامل مع التجار، وكان بيقعد مع العساكر يتعلم منهم. ولما كبر شوية اتجوز من عيلة غنية في قونة، وده فتح له باب عشان يخش الجيش العثماني، وبسرعة كبيرة جدا بقى ضابط في الكتيبة الألبانية. وفي سنة 1798 لما نابليون غزا مصر، الدولة العثمانية بعتت قوات عشان تحاربه، وكان من ضمن القوات دي مين بقى؟ محمد علي. وبعد انسحاب الفرنسيين من مصر سنة 1801، البلد كانت عاملة زي البحر الهائج، الإنجليز عايزين يبقى ليهم نفوذ في البلد، والعثمانيين عايزين يرجعوا يحكموا البلد من تاني. حتى المماليك ما كانوش عايزين يسيبوا السلطة، والشعب المصري كان محصور وسط الثلاثة دول بيعاني. وهنا محمد علي لقى نفسه في وسط اللعبة دي، وبدأ يشغل دماغه، مرة يتفق مع المماليك ضد العثمانيين، ومرة تانية يقرب من الشعب ويبين لهم إن هو بيدافع عنهم. وكان بيلعب على كل الأطراف اللي موجودة لحد ما الناس نفسهم بدأوا يشوفوه مختلف عن بقية القادة اللي موجودين. في الفترة دي تحديدا كان المشايخ بتوع الأزهر والعلماء كان ليهم كلمة مسموعة، ولما شافوا إن الولاة العثمانيين بيظلموا الناس، عملوا اجتماع سنة 1805 وقرروا إن محمد علي يبقى هو الوالي بتاع مصر. وبالفعل سنة 1805 محمد علي فعلا يتم تعيينه يكون والي مصر. لكن في الحقيقة الوضع كان معقد جدا، وما كانش عنده سلطة فعلية، لأن وقتها كان موجود السلطان العثماني بيديله الأوامر، وفي علماء ومشايخ الأزهر اللي كانوا بيضغطوا على السلطان العثماني عشان يشيل أو يحط أي والي جديد، زي ما عملوا مع محمد علي بالظبط. وفي المماليك اللي لسه موجودين بقوتهم ونفوذهم مسيطرين على أراضي كتيرة في مصر، غير ان هم ليهم جيوش صغيره. ما تنساش يا صديقي ان المماليك حكموا مصر من سنه 1250 لحد 1517، يعني حوالي 267 سنه، وفضل ليهم نفوذ كبير في البلد لحد ما محمد علي اتخلص منه. يعني تقريبا حوالي 560 سنه من النفوذ والسلطه موجودين في قلب البلد. والمماليك وقتها كانوا عاملين زي الدوله جوه الدوله، وبالرغم من ان نابليون لما جه البلد حاول يتخلص منهم، بس برضه ما عرفش، وفضلوا عايشين وليهم نفوذ وتأثير في البلد. وبعد انسحاب الفرنسيين بقوا عاملين قلق لأي حد بيمسك البلد، ومحمد علي فهم إن المماليك دول هم العائق الأكبر بالنسبة له، لأن طول ما هم موجودين هو مش هيعرف يستفرد بالحكم. حتى العلماء والشيوخ بتوع الأزهر نفسهم كانوا خايفين من المماليك، والشعب المصري كان شايفهم مجرد رمز للظلم والضرائب. وأول صدام حقيقي ما بينهم لما المماليك رغبوا إن محمد علي هو اللي يمسك الحكم، وكانوا عايزين يفضلوا جزء من اللعبة اللي موجودة. لكن محمد علي قرر يستخدم ذكائه السياسي كالعادة، وقرب العلماء والمشايخ منه وكسب ود الشعب عن طريق إنه قلل الضرائب ووزع الجلال على الشعب. في الوقت نفسه بدأ يراقب تحركات المماليك ويجهز نفسه لمواجهته. وسنة 1807 جات لمحمد علي فرصة كبيرة لما الإنجليز قرروا يغزوا رشيد ومؤيد. الحقيقة المماليك كانوا متوقعين إن محمد علي هينهار ومش هيقدر يدافع عن البلد، لكن العكس اللي حصل. محمد علي بمساعدة المصريين قدر يقاوم الاحتلال الإنجليزي، وطلع من الموضوع ده بطل شعبي للمصريين، وفي الغالب ده زود رصيده عند الناس. هنا المماليك فهموا إن هم بيخسروا السيطرة. محمد علي كسب الشرعية، لكن محمد علي ما وقفش عند النقطة دي، وفي سنة 1811 دعا المماليك لموكب احتفالي في القلعة بتاعته. وأول ما دخلوا الأبواب اتقفلت من كل ناحية، والجنود بدأوا يضربوا عليهم نار. وفي ليلة واحدة محمد علي خلص على قادة المماليك كلهم تقريبا. بعد ما خلص محمد علي من صراع المماليك بمذبحة القلعة، الدنيا ما هدتش خالص، بالعكس دي كانت بداية مرحلة جديدة. محمد علي ما كانش شايف نفسه مجرد والي صغير، لا، ده كان شايف إن هو يقدر يبني إمبراطورية كبيرة. أول اختبار لمحمد علي كان في شبه الجزيرة العربية، لما الوهابيين سيطروا على مكة والمدينة وهدموا هيبة السلطان العثماني. السلطان بعت لمحمد علي عشان يتدخل. محمد علي ما صدق الفرصة دي تجيله أساسا، علشان بس يثبت إن هو مش مجرد تابع، وقام باعت الجيش بقيادة ابنه توسون باشا. الجيش اتحرك من السويس وركب السفن واتحرك عن طريق البحر الأحمر. ابتدى المشهد يتغير هنا، صحراء واسعة على مد البصر ودرجة حرارة عالية جدا، والقبائل كانت بتهاجمهم وتختفي زي الأشباح. الحقيقة المهمة دي كانت صعبة على توسون، بس هو قدر يكسب شوية معارك وخسر شوية زيه.
وفي وسط الكلام ده توسفون باشا جاله مرض أدى لموته. بس الحكاية ما خلصتش كده، محمد علي بعت ابنه التاني إبراهيم باشا. في الحقيقة إبراهيم كان مختلف جدا عن أخوه، كان عارف يعني إيه يحاصر المدينة ويضرب بالمدافع في الوقت الصح. وفي سنة 1818 قدر يدخل الدرعية عاصمة الوهابيين وهدمها. الناس هناك اتصدمت، مدينة كاملة اتمحت في أسبوعين. وفي اللحظة دي كل عرف إن إبراهيم باشا مش مجرد قائد عادي. بعد الانتصار ده محمد علي بص يمة الجنة، وكان عينه على حاجتين بس. أول حاجة كان دهب النوبة، تاني حاجة كانت الرجالة اللي تقدر تخدم في الجيش الجديد. قرر محمد علي يبعت ابنه التاني إسماعيل. الجيش المصري نزل من القاهرة وعدى أسوان ودخل أراضي جديدة، بس كان في مشاكل كتير قابلته زي الغابات والحمى والناموس ودرجات الحرارة العالية. وفي الحقيقة عدد كبير جدا مات من الجنود قبل ما يقابلوا أي حاجة. لكن في الآخر قدروا يسيطروا على دنقلة وصنعاء، وقدر يخضع شمال السودان، وده فتح باب جديد لمحمد علي من أرض جديدة وموارد أكتر. في الفترة القصيرة دي كان محمد علي قدر يعمل كمية إصلاحات كبيرة وبناء للدولة من أول وجديد، وقدر يعمل جيش حديث بنظام أوروبي مش مجرد ميليشيات، ودخل نظام التجنيد الإجباري، غير إن هو بدأ يبني مصانع للسلاح. ده غير كمان إن هو اهتم بالتعليم وبعت بعثات طلابية لفرنسا وجاب مترجمين ينقلوا العلوم الغربية كلها. غير إن في 1820 عمل مطبعة بولاد اللي بدأت تطبع كتب علمية ودينية. حتى الزراعة طور منها، غير كمان إن هو بنى مصانع للغزل والنسيج. فهو فعلا عمل إصلاحات كتير وطور من مصر. بعد نجاح حملة السودان بفترة قصيرة، اليونانيين عملوا ثورة على الدولة العثمانية، والسلطان العثماني بعت لمحمد علي وقال له ساعدني وفي المقابل هديك جزيرة كريت. محمد علي بعت إبراهيم باشا بأسطول بحري، وبالفعل كان على وشك إن هو ينهي الثورة خالص. لكن أوروبا ما كانتش ساكتة، لأن بريطانيا وفرنسا وروسيا كانوا مستغربين من اللي بيحصل أساسا، وإزاي شخص زي محمد علي بيكبر بالشكل الكبير ده. وكالعادة اتحدوا كلهم ضد محمد علي في معركة نافارين سنة 1827. أساطيل أوروبا دخلت على الأسطول المصري وقدرت في يوم واحد بس تغرقه، والدخان غطى البحر، وصوت المدافع نفسه كان عالي جدا لدرجة إن كل الناس كانت عارفة إن خلاص أسطول محمد علي انتهى. الحقيقة محمد علي ما كانش راضي باللي حصل. بعد ما خرج من تجربة اليونان وخسر فيها الأسطول المصري في معركة نافارين، كان بيقول لنفسه أنا اللي بنيت الجيش من الصفر، وأنا اللي دفعت الدم والذهب، وفي الآخر بيعملوني خوالي صغير. وهنا محمد علي قرر يتمرد على السلطان العثماني سنة 1831، وبعت ابنه إبراهيم باشا على الشام. في البداية حاصر مدينة عكا لمدة شهور، لكن في الآخر المدينة وقعت. بعدها إبراهيم اكتسح سوريا وفلسطين زي الإعصار، والذروة كانت في معركة كونيا سنة 1832. تخيل معايا كده جيش عثماني كامل من آلاف الجنود ضد جيش إبراهيم باشا اللي هو صغير نسبيا، لكن الجيش اتدرب كويس ومنظم. وأول أما المعركة بدأت الجيش العثماني انهار بسرعة، لدرجة إن إبراهيم باشا قدر يكسر القائد بتاع الجيش. وهنا السلطان العثماني اضطر يطلب الصلح من محمد علي، وعملوا اتفاقية كوتاهية سنة 1833 اللي اعترفت بسيطرة محمد علي على الشام وإدنا جنب مصر. في الحقيقة السلطان العثماني ما قدرش يستحمل فكرة إن محمد علي بقى دولة جوه الدولة، وقرر يسترد الشام تاني سنة 1839. بس إبراهيم باشا رجع واجه الجيش العثماني تاني في معركة نصيبية، وحقق نصر ساحق خلى السلطنة العثمانية على وشك إن هي تنهار. وهنا أوروبا اتدخلت بقوة، خصوصا إن بريطانيا كانت خايفة إن قوة محمد علي تكبر أكتر من كده، وعملوا تحالف مع الدولة العثمانية علشان يضغطوا على محمد علي سياسيا واقتصاديا. بس في الآخر محمد علي اضطر إن هو ينسحب ورجع من غير الشام، وعملوا معاه معاهدة لندن سنة 1840 اللي نصت على إنه ينسحب من الشام ويحتفظ بمصر تكون ليه وولاده من بعد، زائد إن هو يقلل جيشه وأسطوله. محمد علي اضطر يوافق على المعاهدة دي، وهنا انتهت ذروة صعوده وحلم الإمبراطورية بتاعته. وسط كل الحروب دي كان في نجم صاعد اللي هو إبراهيم باشا، من الجزيرة العربية للشام لليونان، هو اللي كان شايل الحملات على كتافه، وهو السبب في اللي أبوه وصل له. بس للأسف مات بعد حكم المصري بسنة واحدة سنة 1848، ومحمد علي مات بعديه بسنة سنة 1849. في النهاية محمد علي باشا طلع من يتيم في مدينة صغيرة لقائد بيهز عروش دول. راجل أسس جيش حديث وإصلاحات كبيرة أوي في البلد، بس برضه في وقته الفلاحين كانوا مطحونين في النور. والسؤال اللي بيتسأل على طول، هل كان محمد علي بيبني مصر عشان نفسه ولا عشان المصريين؟ ولو كان كمل سيطرته على الشام والأناضول، هل كنا هنشوف إمبراطورية مصرية بتنافس أوروبا؟ وبكده نكون وصلنا لآخر الحلقة. ما تنساش تعمل سبسكرايب للقناة وتضغط لايك لو الفيديو عجبك. سلام.